الحقيقة أورام الثدي هي الخبيثة ملهاش أسباب معينة، ولكن في حاجة اسمها فيها العوامل المساعدة. يعني إيه العوامل المساعدة؟ يعني نقول إن المريضة دي عرضة أكثر إن هي يجيلها ورم خبيث في الثدي. وأكثر العوامل المساعدة هي العوامل الوراثية. أورام الثدي متوارثة في العائلات بنسبة تصل إلى 25%، وبالتالي الست اللي في حد في عيلتها جاله أورام خبيثة في الثدي قبل كده عرضة أكتر من الست اللي عيلتها خالية من أورام الثدي إن يجي لها أورام الثدي بنسبة 25%. هل في بعض العوامل التانية المساعدة لظهور أورام الثدي الخبيثة؟ في بعض العوامل التانية. زي إيه مثلا؟ واحدة خلفت ما بترضعش من صدرها، واحدة بتاخد برشام منع الحمل بصورة أكتر من 5 سنين أو أكتر من 6 سنين، واحدة جالها الدورة الشهرية أول مرة يجي لها الدورة الشهرية جالها في سن كبير، جالها فوق 18 أو فوق 20 سنة، واحدة الدورة الشهرية قطعت عندها بدري. كل دي عوامل مساعدة تساعد على وجود أورام الثدي الخبيثة عند الست.